اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم ارحم والدي وعمي وابن عمي وجميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين. اللهم ان كانوا محسنين فزد من حسناتهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم. اللهم امين. اهلا وسهلا بكل حد معايا في القناه، اهلا وسهلا بكل حد مشرفني في القناه، مشرفيني ومنوريني. انا اسمي اسراء. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا النهارده بقى مشتريات الخضار ومشتريات السوق واسعار الخضار ايه والسوق عامل ايه يا اسراء. يعني هي كبدايه اللهم لك الحمد. تمام كده. الحقي بقى هاتي الحاجة اللي انا هقولك عليها ديت وخزنيها. هي دلوقتي بالنسبة لها سعرها كويس جدا، انا ما شفتش سعر ارخص من كده بصراحة بقالها فترة. اول حاجة الكرنباية ديت. الكرنباية ديت هو فيه طبعا احجام واسعار، يعني بصوا ديت حجم يعتبر وسط، بس انا عجبني شكلها ان هي كأنها ايه لسه خارجة، بس الورق مكسر شوية. بصوا ديت حجم وسط ب 12 جنيه. الكرنبايه دي حجمها متوسط ب 12 جنيه، في ب 15 وفي ب 20. انا حبيت ديت، هي كويسه جدا، حجمها كويس جدا، ويعني عارفين اللي هي مش مكسره وشكلها كويس، يعني حلوه جدا ما شاء الله اللهم بارك. ب 12 جنيه، في ب 10 وفي ب 15 وفي ب 20 على حسب الحجم هو بيديكي السعر. فاهمين قصدي؟ يعني مش سعر طبعا موحد، احنا عارفين في الكرنب بالذات. فالكرنبايه ديت عشان حجمها اهي، بصوا حجمها ما شاء الله وسط اهي، فب 12 جنيه. اللهم لك الحمد. دي كبدايه مبشره في الكرنب، لان الكرنب جه فتره وحش يعني جدا، رديء جدا، وكان ب 20 جنيه الكرنبايه. يعني انا كنت جايبه كرنبايه والله العظيم صغيره قد كده وب 20 جنيه. فبالنسبه للاسعار دلوقتي، لاني خلاص الكرنب الشتوي بدا انه يظهر خلاص، فالكرنب هيبدا انه يرخص شويه. تمام كده تمام. ايه يا اسراء الحاجه اللي المفروض احنا نجيبها ونخزنها من دلوقتي؟ خليني بس اقول لكم على سعر الخيار. الخيار ب 8 جنيه الكيلو. انا يمكن قلت لكم في فيديو قبل كده القته انا بحبها اكتر في السلطه، بس اوقات كده يعني عارفين اللي هو زوجي لا عايز خيار، فاهمين قصدي ايه؟ فالخيار ب 8 جنيه الكيلو، انا جبت نص كيلو ب 4 جنيه. والطماطم، الطماطم ب5 جنيه. انا جبت كيلو، يعني انا الكيلو اللي كنت مصوراه معاكم عملت منه اكل وكده. عملت منه سلطه وعملت منه صلصه المكرونه. فاهمين قصدي؟ وقطعت منه جنب كشري بعدس اصفر. فما عنديش يعني طماطم، عندي بالظبط طماطميتين، فقلت ايه اجيب كده كيلو ولا حاجه عشان برضك لو هعمل سلطه او حاجه فببقى محتاجه الطماطم. فدي 5 وده ب4 جنيه، جايبه نص كيلو. البصل كان 2 كيلو ونص من فترة بصراحة، من فترة ل2 كيلو ونص ب10 جنيه. انا جبت البصل اللي انا كنت برضك مصورة معاكم، لاني اكتر حاجة انا بستهلكها بصل بصراحة. جبت 2 كيلو ب10 جنيه كمان. يعني انا عندي، بصوا هوريكم، ده اخر حاجة من البصل اللي كنت مصورة معاكم اهو. تلاقيني عملت حواوشي وعملت اكلات معظمها ببصل، مكرونه، كشري بعدس اصفر، كشري، الكلام ده كله. فطبعا كل ده بيستهلك بصل. فده البصل الباقي من الفيديو بتاع المشتريات اللي فات، كان يعني ده يعتبر نص كيلو تقريبا، نص كيلو. فقلت الحق اجيب علشان خاطر ما عنديش خلاص البصل دوت. فعارفين اللي هو فجأة بعمل خلطة محشي وانا قاعدة كده، فببدأ ان انا اجهز لها، وبصل محتاجة بصل كتير، فما اما ما بلاقيش بحتاج ان عارفين اللي هو ايه خلاص هقعد بقى، يعني فاهمين قصدي ايه؟ فبحب بصل دايما، البصل بيبقى عندي فبيبقى مريحني بصراحة. قلت لكم ان انا جبت اهيت البطاطس، قلت لكم اني جبت بطاطس جديدة بس للاسف ما طلعتش تحمير. بصوا الفرق بين دي ودي، هو تقريبا انا لسه ما جربتش ديت، لسه جايباها فلسه ما جربتهاش. بصوا فرق درجة القشرة نفسها، مش عارفة واضحة في الصورة ولا لا. بصوا دي صفرة شوية ودي بيضة، البيضة دي بتبقى تحمير، بس انا لسه ما جربتهاش. بس انا كتخمين بصراحة، لاني قبل كده كنت جايبة من دي وجايبة من دي، بس من السنة اللي فاتت يعني مش السنة دي. كانت الصفرة مش تحمير محلونة، والبيضة ديت هي اللي كانت تحمير. فانا لسه ما جربتش ديت اللي انا لسه جايباها النهاردة. ديت لقيتها ب 8 جنيه.
الكيلو وربع ب10 جنيه. ديت اللي انا كنت جايباها، ويمكن قلت لكم في التعليقات ان كانت استاذه ميرفت قالت لي البطاطس الجديده طلعت وكده، كنت جايبه دي الكيلو ب10 جنيه، فما كانتش تحمير. ووريتها لكم فيديو المشتريات اللي فات دوت، اللي انا كنت عاملاها في القلايه، ووريتكم شكلها في القلايه كان عامل ازاي، وكمان ما كانتش تحمير بالمنظر دوت. فديت ما عجبتنيش بصراحه. اللي انا كنت جايباها قبليها ما شاء الله اللهم بارك، كانت تحمير جميله جدا جدا جدا. ووريتكم قبل كده في الريفيو بتاع القلايه ان هي شكلها كان عامل ازاي، كانت طالعه مقرمشه ولونها ذهبي وكانت جميله جدا. في حد بس حابه ارد على تعليق بدل يعني عشان ما انساش، كان في اخت كريمه بتسالني اسراء جبتي القلايه ازاي بالقسط، عشان اقول باستفاضه، يمكن انا قلت الكلام ده قبل كده في الفريزر، يعني كان حد سالني جبتيه ازاي بالفريزر بالقسط وكده. انا بجيب من بيتك، انا يعني متعاقده معاهم وبنجيب من بيتك الحاجه اللي انا محتاجاها قسط. كنت جايبه منها الغساله والشفاط واللهم صل على النبي، وجبت منها السشوار، وجبت منها موبايل، يعني جبت منها شويه حاجات كده بالقسط. وبصراحه يعني عارفين اللي هو ايه، اول 30 يعني اول شهر ما بدفعش، ببدا ادفع من الشهر اللي بعديه. بس في عيب، يعني هي زي ما ليها مميزات ليها عيوب. مميزاتها ما بتدفعيش مقدمه، وبتدفعي اول قسط بعد 30 يوم. عيوبها ان هي بصراحه بتاخد فوائد شويه عاليه، بس هي في المقابل ان انت بتدفعي براحتك، وعلى حسب المده اللي انت بتحدديها بتزود لك الفوائد. دي حاجه. الحاجه التانية ان انت اللهم صل على النبي، ان اسعارها اغلى شويه من بره. يعني لو مثلا شفاط عندهم ب 2000 جنيه هتلاقيه بره ب 1500 او 1700. فاهمين قصدي؟ ميزتها انك ما بتدفعيش مقدمه، وبتدفعي اول قسط بعد 30 يوم. هي دي ميزتها بصراحه. لكن لما بتتاخري كمان بينزل لك غرامه، فهي ديت عيوبها، ان انت بتبقى غاليه شويه، فوائدها عاليه شويه، ان بتنزل لك غرامه لو ما دفعتيش في الموعد المحدد. بتديكي سماح تقريبا يومين 3، وبعدين تبدا تنزل لك غرامات. بس حبيت ارد على التعليق دوت، يعني علشان ارد باستفاضه. فاهمين قصدي؟ ان هي يعني عشان تبقى فاهمه. حتى قالت لي معاينه بتيجي ليه؟ علشان تشوف المكان اللي انت ساكنه فيه وتشوف الاوراق، وتبدا تاخدها وتجيب لك الطلب بتاعك لحد باب البيت. بس دي كده البطاطس زي ما قلت لكم. نرجع للمشتريات ب 8 جنيه. الليمون بقى، الليمون انا بقالي فتره كبيره محتاجه ان انا اجيب ليمون عشان اخزنه. زي ما قلت لكم انا بجيبه وبينفعني. انا يمكن عندي من بتاع السنه اللي فاتت ليمون، عندي تقريبا 3-4 ليمونات كده في الفريزر. بس بصراحه كان كبير شويه. الصغير ده ما بفضلهوش ابدا في التخزين، فاهمين قصدي؟ فدوت هو حلو وطري. بصوا هو اولا الكيلو ونص ب10 جنيه، انا جبت 3 كيلو ب20 جنيه. بصوا طري يعني فيه ميه ما شاء الله حلوه اهوت، واصفر. فالاصفر ده هو اللي بيتخزن، مش الاخضر. فانا بصراحه لسه ما خزنتش ليمون، فقلت الحق اجيب واخزنه في الفريزر. لسه لما انزل تاني بامر الله هجيب تاني. الكيلو ونص ب10 جنيه، حلو جدا، بينفعني طول السنه. ناس كتير كانت بتسالني بتخزنيه ازاي. انا ولا بحط في ميه ولا بعصر ولا الكلام ده كله، زي ما هو في الفريزر. ووقت ما بحتاج بطلع بحطه تحت ميه 15 ثانيه كمان في الميكروويف، بسيبه يفك براحته. المهم ان الطريقه مش هتفرق. انا بشيله زي ما هو كده، بطلعه بغسله وبسيبه يفك براحته. بس دي كده انا جبت 3 كيلو علشان خاطر هشيلهم استخدم، يعني هخليه حبه بره للاستخدام اليومي، والباقي كله هشيله في الفريزر عشان ما يبصش في التلاجة. هيخزن الليمون، هينفعك جدا خصوصا في رمضان، داخلين على رمضان، والحلويات او اللحوم او اي حاجه بتعمليها بالليمون. حتى كمان اللي على الفطار بتعملي مثلا ليمونات، الكلام ده كله، فبتحتاجي ليمون كتير جدا في رمضان. الحقي خزني من دلوقتي، هينفعك جدا والله العظيم عن تجربه. في رمضان هينفعك جامد جدا. بس دي كده كانت مشتريات النهارده. بكام يا اسراء المشتريات دي؟ ب 64 جنيه، 12 جنيه لان دي كيلو ونص. 12 جنيه و12 جنيه ولا 14 جنيه، يبقى كده ب 66. 14 جنيه و20 جنيه، 10 جنيه، 10 جنيه نص وكيلو. والكرومبايه ب 12 جنيه. كده كان فيديو مشتريات النهارده، مشتريات الخضار، اسعار السوق. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش لايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. مع السلامه.